يا مساء الخير، يا مساء السعادة على كل صحابي وكل حبايبي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ايه رأيكم في طرط الجلاش؟ رهيب. طرط الجلاش بالمانجا النهارده عملته، يا ريتني جربته من زمان. اولا طعمه حلو قوي. طريقه سهله جدا، ما خدتش مني اي وقت. لو عايزه تعملي اي حاجه حلوه سريعه تقدري تعمليه، هتاكليه يعني مفيش كده نص ساعه تبقي حضرتي اجمل حاجه حلوه ممكن تاكليها. خليكم معايا لاخر الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش اعملوا لي لايك، كومنت حلو، ولو اول مره تدخلي القناه اعملي سبسكرايب. ابتديت هنا بسم الله الرحمن الرحيم. جبت لفه جلاش، انا مش هستعملها طبعا كلها. انا هبتدي جبت القطاعه على شكل مدور، وهبتدي اقطع بقى يعني هبتدي اقطع الجلاش على شكل دواير. هنا طبعا هيبقى مني جلاش انا مش هستغنى عنه. تقدري تشيليه لو حابه تعمليه حلو مفيش مشكله، بتفرديه وتدهنيه بالزبده عادي، وبتبتدي تديله الشربات بتاعه. حابه كمان تعمليه حادق. الباقي الجلاش اللي هيطلع مني انا مش هستغنى عنه، انا هستغله في حاجه تانية. هنا بعد ما قطعتها هحضر تقريبا معلقتين زبده كبار واسيحهم في الميكرويف، وهبتدي بقى اشيل كل طبقه جلاش وادهن ما بين الطبقات بتاعه الجلاش زبده. بصوا انا هنا عملتها. هبتدي اجيب القوالب بتاعه الكب كيك اللي عندك. كمان حطيت تحتيها الورق علشان يقدر يتحكم في الشكل بتاع الجلاش نفسه ويطلع لي الشكل اللي انا عايزاه. هنا طبعا خلاص خلصته انا، خلاص كده دهنت، مش هحتاج ان انا اعمل حاجه تانية. هنا ورق الكب كيك كان تقريبا شبه منتهي عندي، فعملت بورق زبده عادي اللي عندك تتصرفي بيه. هنا كمان هبتدي بقى ادخله الفرن. انا مش هعلي النار عليه، الجلاش بيحب النار هاديه عشان يطلع كله لون واحد وطبقه واحده، فتقدري مثلا تحطيه على نار متوسطه. بعد ما طلع انا كنت محضره العسل بتاع الجلاش. انا هدي دهنه صغننه قوي لان انا مش محتاجه سكريات كتير، هكتفي بالسكريات اللي في المانجا. كمان عشان يبقى خفيف على قد ما اقدر. هنا ابتديت قطعت المانجا وابتديت ارصها على الجلاش التقطيع اللي تعجبك. هنا قطعتها على شكل مثلثات على قد ما اقدر عشان تديني شكل الورد، الشكل الحلو اللي انتم شايفينه. كمان رشيت رشه رمان. شكلها تحفه، طعمها خطير، سهله جدا. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم في امان الله.